اهلا بيكم في افكار وصفات مع روني. النهارده هنعمل مع بعض وصفه جميله جدا وطعمها رهيب. مكوناتها بسيطه قوي، بنشتريها من بره باسعار غاليه جدا. هنعملها النهارده بطريقه بسيطه وسهله. هنعمل مع بعض سلطه الرنجه. تعالوا نشوف مكوناتها مع بعض. انا جايبه هنا حوالي 1.5 كيلو من الرنجه. هبتدي انضفه. شلت الراس وفتحته من البطن وابتدي اشيل الشوك منه، وهنضف الجوانب الاجزاء الغامقه دي كلها. ابتدي انضفها كويس وبالمقص اشيل الحروف بتاعتها والناحية التانية برضو. وبعد ما نضفتها كويس هبتدي اقلبها علشان اشيل الجلد من اللحم. هدخل بالسكينة كده بالراحة من تحت الجلد عشان افصل الجلد عن اللحم. بالراحة في الخطوة دي وما تستعجلوش. هبتدي افصلها بالراحة شوية شوية لحد ما تبقى طالعة حتة جلد اقدر امسكها بايدي كده. هبتدي افصل بالمقص الرنجة من النص. بعد كده هطلع الجلدة بكل سهولة. شايفين طلعت معايا بطريقة سهلة ازاي؟ كملت الكمية كلها وبعد كده هبتدي اقطعها مكعبات. هخلص الكمية كلها تقطيع وبعد كده هبتدي احضر الخضار اللي هحطه مع الرنجة. انا جايبة كابوتشي واحدة متوسطة، وجبت فلفل الوان قطعته مكعبات صغيرة، وجزرة مبشورة، وجبت شوية بقدونس متقطعين صغير شوية كمية قليلة. هبتدي اقلبهم مع بعض. وحطيت الرنجة وحطيت بصلاية متوسطة متقطعة صغير، وجبت الطحينة من كوباية لربع الكوباية، حطيت لها معلقتين خل كبار، وجبت مية دافية. بقيت اقلبهم لحد ما يبقى قوامهم خفيف شوية كده. هبتدي انزل بيهم على الرنجة واحدة واحدة، مش هحطهم كلهم، وابتدي اقلب. حسيت ان هي عايزة طحينة تاني هبتدي ازود. انا حاساها هنا كده هي عايزة تاني. هحط الكمية الباقية كلها وهقلبهم. هحط بعد كده معلقة كمون صغيرة ومعلقة كزبرة ناشفة صغيرة، ومش هحط طبعا ملح. الخلطة الجميلة دي هقلبها كويس واحطها في التلاجة ساعتين، هيبقى طعمها احلى بكتير. بعد الساعتين ما بيعدوا هبتدي اطلعها وهبتدي اغرفها. والف هنا عليكم. انا اتمنى ان انتوا تجربوها، بجد طعمها رهيب قوي قوي قوي. مش هتشتروها من بره تاني. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات.